السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتمين جديد والمفيد فعلا من التطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ايار، الدردشة والالعاب. التطبيق ده مساحته 75 ميجا وحمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده خاص بالتواصل الاجتماعي او تطبيق تواصل اجتماعي. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تتعرف على اصدقاء جديدة سواء من البلد بتاعتك او من بلد تانية. بتقدر ان انت تعمل معاهم محادثات او دردشات، سواء شات عادي او دردشة صوتية او دردشة فيديو، او تقدر من خلال التطبيق ده برضو ان انت تعمل العاب او تلعب العاب. كمان بتقدر ان انت ترسل الهدايا وتعمل لايف وتقدر تعمل فلتر، وتقدر ان انت تقفل التطبيق ده بباسورد مخصص وما يتفتحش غير بالباسورد او ببصمة الصباع بتاعك. ده الغرض من التطبيق. التطبيق ده من ضمن تطبيقات اللايفات اللي بيكون الغرض منها استغلال حاجة الشباب في ان هم عايزين يتكلموا مع بنات او يتعرفوا على بنات، فبيخلي الشباب يحملوا التطبيق وبعد كده بيجيب له بنت تتكلم معاه. بعد كده يقول له يجي يقفل المكالمة، يقول له لو عايز تكمل المكالمة ادفع فلوس او اشحن رصيد علشان تقدر تكمل المكالمة. وبيستغلوا الحاجة بقى بتاعت الشباب في الموضوع ده، ويفضل بقى يخليه يدفع فلوس يدفع فلوس لحد ما يخلص كل الفلوس اللي معاه. فدي من ضمن التطبيقات اللي انا ما برشحش الناس خالص ان هي تحملها، لان بيكون الغرض منها اغراض جنسية واغراض حاجات كلها تغضب ربنا، يعني حاجات مش كويسة. بالاضافة لان طبعا بياخد كل الفلوس اللي معاك علشان يخليك تتكلم مع بنات وتعمل معاهم دردشات صوتية ودردشات جنسية وحاجات كده. بس كده ده يعتبر الغرض من التطبيق وفايدة التطبيق ومميزات التطبيق وعيوب التطبيق. طبعا احنا زي ما قلنا ده ما فيهوش التطبيقات اللي زي كده، ما بيبقاش فيها مميزات خالص، دي بتبقى تكون كلها عيوب. بس كده ده يعتبر ابسط شرح. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.